اكتر 3 افلام اندر ريتد في مصر، وبحس ان انا لما بتكلم عليهم مع ناس مش بيفتكروهم تماما مع انها افلام حلوة قوي. رقم واحد بالنسبة لي فيلم من 30 سنة لأحمد السقا وشريف منير ونبيل عيسى ومنى زكي، بص، وصلاح عبد الله، عد ناس معانا هنا. الفيلم ده يا جدعان حلو قوي، ومكتوب حلو قوي، واخراج حلو قوي، وتمثيل حلو قوي، ونزل محدش يعرف ان هو نزل، ومحدش شافه، ومحدش اهتم بيه، وما تلاقيلوش مثلا بوستات وحاجات زي اللي بتنزل دي، محدش مهتم بيه خالص. مش عارف ايه السبب في ده. وتاني فيلم معانا هو فيلم اخر ديك في مصر لمحمد رمضان. محمد رمضان قدم لنا اكتر من فيلم كوميدي، ولكن ده افضلهم بصراحة. فيلم حلو جدا، ولكن في مشكلة كبيرة، ان محمد رمضان ميس كاستنج. تحس الدور ده مش بتاعه خالص. تحس الفيلم ده لو كان عمله احمد حلمي كان هيبقى حاجة عظيمة جدا. تحسه كده شبه نوعية افلام احمد حلمي، مش محمد رمضان خالص. ومع ذلك برضو محدش فاكره ولا حد شافه او مهتم